يا جماعة، تخيلوا معايا اللحظة دي. كل سنة قبل رأس السنة بيومين الدنيا كلها بتولع، السوشيال ميديا بتنفجر، الناس قاعدة مستنية الكنز ده، ورقة صغيرة ماسكاها ناس معينين وفيها مكتوب اللي هيحصل في 2025 أو 2026 أو السنة الجاية. زلازل هتضرب، حروب هتشتعل، رؤساء هيموتوا أو هيتربعوا على العرش، أسعار الذهب هتطير، دول هتختفي من الخريطة، وحتى اللي ربنا سبحانه هو اللي يعرفه دول كمان عارفينه. والناس بتصدق، بتشارك، بتخاف، بتترعب، وبعدين لما الحاجة تحصل فعلا يقولوا شفتوا؟ قالوا كده من زمان. لكن لو وقفت ثانية واحدة بس وفتحت عينيك كويس هتلاقي إن ورا الكلام اللامع ده في حكاية تانية خالص، حكاية فيها فلوس كتير، نفوذ، رسائل مخفية، وألعاب نفسية بتخلي الملايين يعيشوا في خوف دائم. النهاردة مش هقولك توقعات، النهاردة هكشف لك اللعبة من أولها لآخرها. هتعرف إزاي المنجمين دول بيشتغلوا، مين وراهم، وليه دايما توقعاتهم مليانة رعب ودمار، خصوصا في بلادنا. استعد، لأن اللي هتقوله هيغير نظرتك تماما لكل سيدة التوقعات أو عالم الفلك اللي بيطلع على الشاشة كل سنة. مستعد تسمع الحقيقة اللي محدش عايزك تعرفها؟ يلا بينا، الموضوع بدأ. من يوم متصدر الترند في الوقت ده حتى الآن، السوشيال ميديا هتولع والدنيا كلها هتتكلم عن ترند واحد بس، ليلى عبد اللطيف ومايك فغالي وكام واحد زيهم. هيطلعوا في مقابلات على التلفزيون، كل واحد ماسك ورقة مكتوب فيها توقعات السنة الجاية، سياسة، اقتصاد، حروب، مصير دول، شخصيات عالمية، وحتى الظواهر الطبيعية. والله، حتى اللي ربنا بس اللي يعرفه دول كمان عارفينه. ولو مش مصدقني، أكيد فاكر اللي حصل يوم الاثنين 6 فبراير 2023 الساعة 4:16 الصبح. زلزال قوته 7.8 ضرب كهرمان مرعاش في تركيا وامتد لسوريا وأجزاء من لبنان، دمار رهيب وناس كتير ماتت. لكن اللي حصل بعد كده غريب قوي، بدل ما الناس تركز على العالقين تحت الركام، الكل اتشغل بمين توقع الزلزال. بدأت تطلع تحليلات غريبة، وناس بتحب نظريات المؤامرة قالوا إن الزلزال مخطط ومفتعل، وظهر ناس ما كانوش علماء زلازل ولا جيولوجيا، دول منجمين ومتنبئين بالمستقبل. أشهرهم عالم فلك هولندي اسمه فرانك هوجربيت، ده تحول من حد عادي لنجم سوشيال ميديا عشان قال إن زلزال كبير هيحصل في المنطقة دي. وطبعا ظهرت مقاطع من مسلسل السيمسونز، وناس قالوا دي دليل 100% إن الموضوع مخطط. من ساعتها كل ما يحصل حاجة كبيرة بيطلعوا هم تاني ويقولوا إحنا قلنا كده من زمان. وأشهر واحدة فيهم ليلى عبد اللطيف اللي لقبت نفسها سيدة التوقعات. ليلى دي بتتوقع أسعار الذهب، قيمة العملات، حروب، رؤساء، كوارث، ومش هي بس، في كتير زيها. والنهاردة هنكشفهم كلهم وهنفهم اللعبة صح. واللي هقوله النهاردة ممكن يصدمك، دول فعلا بيعرفوا حاجات من المستقبل. بس السؤال، عيون مين؟ وليه؟ وإزاي؟ خليني أقولك بكل صراحة، أغلبهم ما عندهمش حاجة خارقة، دول مستفيدين مادياً وبس. خلينا نرجع لقصة الزلزال ده، لأنه هو اللي شهرهم قوي. قبل الزلزال بسنين كان في دراسة علمية خطيرة صدرت سنة 2017، عملها دكتور مصري اسمه محمد العصيري وعضو في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء. الدراسة دي كانت تحذير واضح، المنطقة دي، تركيا وسوريا، هتتعرض لزلزال عنيف بسبب طاقة متراكمة على الفالق ده، وبعتوها كبرقية مستعجلة لدول المنطقة، وطلبوا تدعيم المباني وهدم اللي مش مقاوم. وكتبوا في آخر الدراسة نتمنى ما يحصلش في 2023 وبالذات في شهر فبراير، لأن الطاقة هتبقى في أعلى قيمتها. يعني العلم كان متوقع الزلزال، لكن محدش يقدر يحدد اليوم بالظبط، فبيدوا توقيت تقريبي من سنة ل5 سنين. لكن الدراسة دي ما اتشهرتش، لأن الحكومات مش بتحب تخوف الناس. فمين اللي يقدر يوصل للأبحاث دي؟ المنجمين دول، هم اللي بياخدوا التقارير العلمية ويحولوها لتوقعات، ولما بتتحقق الناس بتقول يا توقعاتهم بتطلع صح، وتنسى العلم. ليلى عبد اللطيف مثلا حكت عن الزلزال أول مرة سنة 2018 بعد ما الدراسة صدرت، وكل سنة لو ما حصلش كانت تعيد نفس الكلام. مايك فغالي حكى عنه سنة 2022 لأن الموعد بقى قريب قوي. نفس الحكاية مع أسعار الذهب، ليلى قالت الأونصة هتوصل $2000 من 2011، والناس نسيت إن في تضخم وده شيء طبيعي مع الوقت، وقالت الناس هتهرب للذهب والعقار في الأزمات، ده أي طالب اقتصاد سنة أولى يعرفه. ولو توقعت مرشح يفوز، أكيد لقيت تقرير من مركز أبحاث بيقول كده بنسبة خطأ قليلة جدا. ولو التقرير أخطأ أو التوقع ما تحققش، عندهم حل، يقولوا هيحصل بعدين أو هيرجع بطريقة تانية، وبعد سنين لما يحصل حاجة مشابهة الناس تقول شفتوا توقعاتها نار. حتى مسلسل السيمسونز، الكاتب مات جروينج قال إن المسلسل عمل قومي أمريكي وبيجيله معلومات من جهات مختلفة،
يعني كتير من الحلقات بتتكتب بعد الأحداث مش قبلها، أو بيستغلوا حاجات معروفة أصلاً ويسوقوها كتنبؤ. والغريب إن توقعاتهم دايماً فيها دمار وكوارث في البلاد العربية وخوف من المستقبل. الهدف يخلوك دايماً خايف، مش متقدم، ومستسلم لفكرة إن كل حاجة مخطط لها من فوق. في الآخر، هم مش متنبئين بمعنى الكلمة، دول أبواق بيوصلوا رسائل معينة لناس معينة، وبنفس الوقت يزرعوا في دماغك إن مفيش حاجة صدفة وكل حاجة تحت السيطرة. يا جماعة، المرة الجاية لما تسمعوا توقع من ليلى أو مايك أو أي حد، اسألوا نفسكم، ده علم متأخر ولا فعلاً عندهم كرة بلورية؟ الغالب إنها لعبة ذكية بتخلي الخوف ينتشر والمشاهدات تزيد والفلوس تيجي. انتوا لسه مقتنعين إنهم بيتنبأوا حالاً ولا بدأتوا تشكوا في اللعبة كلها؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والشير عشان توصل لكل اللي محتاج يفهم الصورة الحقيقية. سلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد قريب. خليكم صحيين.